محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. رجعت من الامتحان نمت عشان كنت مرهق وما نمتش قبلها كويس يعني. بس المهم ان احنا عايزين نتكلم عن ان الكلام اللي بتقوله لنفسك بيشكلك. هتقولي الكلام من نوعية ايه يعني؟ اقول لك كلام من نوعية انا فاشل، انا عمري ما هتغير، ولا انا ممكن انجح فعلا. اللي بتقوله لنفسك ده مش مجرد كلام، ده بيبنيك او بيهدك. احنا بنقعد مع نفسنا كل يوم بالساعات، بس اوقات بنبقى اعداء نفسنا بالكلام اللي بنقوله جوه دماغنا. انا دايما بغلط، انا مش قدهم، انا مش نافع. الكلام ده بيدخل العقل الباطن وبيبدأ يشكل الواقع. طب ايه الحل للموضوع ده؟ تعال نقعد ونشوف مع بعض ايه هو الحل. شوت قهوة تمام. خلينا نقول الحل في 4 نقط. مش عارف ايه حوار ان كل مرة بقول الحل بيبقوا 4 نقط تقريبا برضه كل مرة، بس مش عارف. خلينا نقول الحل. اول حاجه هي لاحظ صوتك الداخلي واساله مين اللي قال كده. يعني لما تبدا تقول على نفسك مثلا ان انت فاشل، فلاحظ كده الصوت الداخلي ده وقول له مين قال كده. 2 ابدا تبدل الجمل السلبيه بجمل واقعيه مش ورديه. بدل انا فاشل قول انا لسه بتعلم، بدل انا مش زيهم قول انا عندي طريقي الخاص. 3 سجل افريميشنز. الافريميشنز اللي هو يا رب اكون بنطقها صح هي توكيدات ايجابيه. توكيدات ايجابيه بتكون بصوتك وتسمعها كل يوم. 4 صاحب ناس بتتكلم عن نفسها باحترام لان الكلام معدي. جاي النهارده مالك ومسك ولاد خالي، هنذاكر وبعد كده نقعد معاهم شويه وان شاء الله نعرف نصور ده وبعد كده نكمل ان شاء الله. يا ستي يا ستي استني، مش بقولك استني. امسك كده، ده مايك. اتكلمي. ايه؟ اتكلمي. اسمك ايه؟ عندك كام سنة؟ 5. بتحبيني قد ايه؟ قد البحر السمكات وقد ايه كمان؟ قد السماء والجو. ازاي كمالي؟ الحمد لله. خد عارف ده ايه؟ مايك. مايك كده. شاطر والله. طيب تعالى خد اتكلم، قول اي حاجة. ده نادي ايه اللي انت لابسه ده؟ مولين عرب. طيب قول لي مين اللي طلع من المقاولين العرب وراح ليفربول؟ محمد صلاح. طيب كده بوريهولك، انزله على اليوتيوب، ايه رايك؟ تمام. انت بتشوف القناه بتاعته على اليوتيوب؟ لا ما بشوفهاش. ايه ده؟ ازاي يعني مش بتشوف؟ ازاي؟ معلش بقى. ازاي؟ بنشوفها على موبايل بابا. ايوه يعني متابعاني، ماشي. ايوه كده صح يا مسك. ايه؟ كل ما نخلص مذاكرة هنعمل فيديو. كل ما تخلص مذاكرة هنعمل فيديو. ماشي يلا بينا نشتري. يلا افتح النور بعد اذنك واقفل الباب. أيمن. نعم يا روح قلبي. تعرف كل المسات اللي بتدخل بتحبني. كل المسات اللي بتدخل بتحبني. انت اصلا تتحبي يا مسك، انا اصلا بحبك قوي 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 يعني. يلا بينا. انا اصلا جايبه كل. هيا يا بونا. هيا يا بونا يلا. بتقول ايه يا مسك؟ جايبه كله في الامتحان ايه؟ ده انا ما عملتلهاش. قصدي شاطره يا مسك، شاطره. ايه الشطاره دي؟ ايه ده 3 ساعات خلصنا الامتحانات. حلوه. الامتحانات فعلا بجد؟ ايوه هروح KG 2. وهتروح KG 2 خلاص؟ ايوه. يعني انا الوحيد اللي لسه. ايه؟ 100 يوم وانا هروح برايمري 3 وهي هتروح. انت عديتهم؟ يعني 100 يوم دول يعني كام شهر؟ 5 شهور. لا لا 4 شهور. لا
3 3 3 و10 ايام. ليه بقى؟ لان الشهر كام يوم؟ 30 يوم 30 يوم. الشهر كام يوم؟ 30 يوم. يلا. قول شاكوش. شهرك منكوش. لا قول شاكوش. ايه؟ قول شاكوش. شاكوش. شاك ماكوش ما تحطش تاكل فتوش. وباكل فتوش؟ ايوه. انا شفت مصاصة بطيخة وعايزة اشتري. اشتري اللي انت عايزاه يا مسك. نفسي في عينك. كنت هلبس دلوقتي عشان هو طويل. وهي مسك الميه. خلاص كده. بص، هي في حاجات ضروريه ما تقدرش تستغنى عنها، لكن في حاجات بقى يعني مثلا اللي هو كان عايزها دي، انا ما اقدرش اعيش من غير توينكيز، اقدر اعيش عادي، فاهم؟ وبعدين انا بتحاسب لوحدي وهو يتحاسب لوحده وكلنا نتحاسب لوحدنا، فكل واحد يعني بيعمل اللي هو يملى عليا ضميره قدام ربنا. كده كام؟ دول اللي جايبينهم من المحل اللي جنبنا. امسكها دي في ايدك. 12 و6 اه يبقى كام؟ يبقى كده 10 و12 و6 28. انت كده لسه 10 كيس بعد اذنك. انا امبارح جيت اشتري منك لقيت واحد جايب ازازه بيبسي قد كده. في ناس كتير كده تختلف من واحد لواحد. اختلاف هو مش اختلاف بس قله وعي للاسف يعني. يلا ربنا ينصرك. ماشي يلا انا بصورك. السلام عليكم. سؤال بيجي في بالي بقى، وهو ليه انا بحب مالك ومسك؟ مش عارف اجابه للسؤال ده بصراحه يعني. عشان احنا ولاد خالد. لا مش شرط، ما ممكن تكونوا ولاد خالي ما بحبكمش يعني. يعني عادي. اشمعنى بقى؟ لا لازم تجاوبوا لي على السؤال ده، ليه انا بحبكم؟ عشان احنا بنحبك. وعشان انا او عشان انتوا تتحبوا. تبقك بقى زي ال زي البطيخ جبت الكبن النهارده في التمرين. في التمرين. تعرف الكبن ده؟ لا. ايوه عارفه. تعرف بيبقى ملون كده. انا بحب اللون اللي بيبقى فيه روز. قولي لي ستي بسبست لي بسبوسه بالعسل والسمنه وسكر. مش عارفه. طب يلا ستي ستي بسبست لي بسبوسة بسبوسه بسبوسة بالعسل بالعسل والسمنه والسكر. وسمنة بالسكر. ايوه. فين بقى حرف السين بقى؟ سمنة. بقول لها قولي ستي بسبست لي بسبوسه بالعسل والسمنه والسكر، بتقول لي ستي بسبست لي بسبوسه. فبعد ما خلصت بقول لها فين بقى حرف السين؟ مش عايز تقول حاجه يا خالو في الفيديو؟ طيب. جميلة أوي البطيخة دي. ايه؟ جميلة البطيخة. والله ما في حد جميل غير مسك. ينفع واحد؟ عايزه ليك يعني خالص؟ عايز ليك خالص؟ ماشي خد اللون اللي يعجبك. شوف انت عايز اللون ايه؟ طيب. خدي اهو، خدي ده. شكرا. العفو، ده انا عيوني ليكوا. حبيبي يا مالك، حبيبي يا حبيبتي يا مسك، حبيبتي. انا يعني انتوا ولاد خالي بقى، ولاد خالي. مش عارف بحبكوا ليه بصراحه. اعتبرنا اخوات. يعني حاجه زي كده، اعتبركوا زي اخواتي برضو وبتاع وكده يعني. حتى انا مروحة طبعا عند الأوضة بتاعتي. ايه اللي جاب علاقه المروحه دلوقتي في ان انا بجد يعني بجد عجبتك قوي كده؟ اوعي المصحف عشان ما تقعديش عليه. لا قولي يلا التاني بقى، تاني معلش. علمونا بهمستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها، فهمنا يعني ايه بلادي تحية العالم لك حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها ونبني مستقبلنا فيها ونعليها ونعلى بيها، بنحبك يا مصر. نعم. ينفع تعد لغاية 10 وانت مغمض؟ قاعد لغايه 10 وانا مغمض. ممكن تجيب الكاميرا عليا طيب وغمض، وبعد كده توريني بقى اللي انت عايز توريه لي. ماشي يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الله، ده ايه الحلاوة دي؟ شخصية معينة ولا ارتجالية؟ ارتجالية يعني ايه ارتجالية؟ طب امال بتقولها ليه؟ ارتجالية يعني حاجة انت ارتجلتها، يعني ألفتها عملتها دلوقتي كده، يعني ما مش متخطط لها يعني. جميلة مالك والله.
شكله جميل. طب ومسكي رسمت ايه؟ لسه بترسم. لسه بترسم؟ لسه بترسمي؟ ماشي، ارسمي براحتك يا مسكي. بتقول ايه يا ملك؟ بتقول ايه؟ بقول هرتجل. هترتجل. ايوه رسم. هترتجل رسمة. بس هتعجبك. بس هتعجبني. طيب ماشي. هترسم نفسك ولا ايه؟ ما دي الحاجة اللي ممكن تعجبني. طب انا مستني. طيب 2000 years later. والله يا ملك مش هتوريني عد من 1 ل10. تاني؟ ماشي خد. بس وريني على طول بقى. ماشي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ايه وريني. وريني. اوه، ده من يسكن البحر ويحبه الناس، سبونج بوب سكوير بانز. لسه ما رسمتوش، لما ارسمها بوري. طيب ماشي، بس ده سمك. وايه اللي في النص؟ طيب ما خدتش بالي. ده ايه ده؟ ده سمكة عيد ميلادها. انت عامل يوم ميلاد يعني وسمك بيحتفل وكده. بس هو عامل سبونج بوب. طيب، بس انا عايز اقول لك حاجه يا مالك، يعني بعد اذنك، يعني ما نيجي نقول يوم ميلاد مش عيد ميلاد، لان احنا عندنا عيدين بس، اللي هو عيد الاضحى وعيد الفطر. ماشي؟ تعرف عيد الاضحى امتى اصلا؟ خلاص قرب اهو. في شهر 6 ان شاء الله. ماشي. هو اسمه يوم ميلاد مش عيد ميلاد. ماشي. عشان احنا عندنا عيدين بس. ايه هما؟ عيد الفطر. وعيد الأم. لا، عيد الفطر وعيد الاضحى. تمام. بس لا، ده احنا عندنا في الاسلام عندنا العيد الفطر وعيد الاضحى بس. تمام. الحاجات التانية دي لا، ده مش ما جاش في الاسلام. تعالى يا مالك، تعالى بس نتكلم. ماشي، هغمض عيني اهو. انا مغمض عيني. 1 2 3 4 5 لغاية 20. وصلنا لكام؟ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. اوه لا الله، دي مدام كوثر دي ولا ايه؟ تعالى بقى مالك نكمل النقاش بعد اذنك، لان احنا هنا في خناقه هتدب دلوقتي. احنا عندنا كام عيد؟ ليه بقى؟ عيد أم. اه طيب، احنا هل في حاجه في الدين بتقول ان احنا عندنا عيد ام؟ ايه هي؟ مش بتاعتي. الميس بتاعتك دي في الدين؟ لا، احنا عندنا. المس بتاعتي أكبر منك أصلا. هي مش بالسن، هي بالدين. احنا بنرجع للدين، للقرآن وللسنة. حتى سأل ماما. ما لو سألنا ماما قلنا لها في الإسلام عندنا كام عيد، هتقول عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن عيد الأم ده معمول كده بس يعني. نروح نسأل. طب اسألها وتعالى قول لها في كام عيد في الإسلام. ماشي. وتعالى تاني. أنا كده المتصل. طيب ممكن نشوف السؤال ده بس. احنا عندنا كام عيد في الإسلام؟ عيد الفطر وعيد الأضحى، صح كده يا مسك؟ لكن عيد الأم ده مش تبعنا، ده حاجة جاية من الغرب. تتابع أي حاجة تانية. مش تبعنا. صح. نقتنع بقى بعد كده لما حد يقول لنا حاجة الأول نعديها على مخنا ونحللها، بعد كده ايه نتكلم بقى. ماشي. انا عايز بقول لك حاجة، استنى بس عشان نكمل. طب اقول لك حاجة بس. طب خد المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن بقى نكمل الحوار. عيد الأم ده هو حاجة كده معمولة بس هو مش تبع الدين. تمام. ده حاجة جاية من الغرب كده يعتبر، لأن انت مش يوم واحد اللي هتقوم هتعمل كل حاجة حلوة لماما. مش يوم واحد اللي هنبر ماما فيه. احنا طول السنة المفروض نبر ماما وبابا، صح كده؟ وبعدين ليه في عيد أم وما فيش عيد أب يعني؟ ازاي؟ يبقى عشان حاجة ملهاش أصلا أصل. لكن عيد الأضحى وعيد الفطر دول أساسي بعد رمضان من العيد على طول. بعد كده بيبقى عيد الأضحى اللي بنذبح فيه وكده. تمام. فما فيش عيد ام يا مالك، لان احنا طول السنه المفروض نبر ماما واصلا يعني عيد الام ده بيضايق ناس. قول لي بيضايق مين بقى؟ بيضايق مين؟ بيضايق اتنين. الناس اللي هم ما عندهمش ام، اللي هم اليتامى، صح؟ بيضايقهم. مش هم ازاي هم مش هيحتفلوا زي الناس اللي عندها ام زيي وزيك، ربنا يرحم اموات المسلمين جميعا. وبيضايق مين كمان؟ وبيضايق الامهات اللي هي ما عندهاش ولاد، فما عندهمش برضو حد. فما فيش حاجة في الدين او يعني ما بيعملش عيد يضايق حد، صح كده؟ صح. بس صح يا مسك؟ صح.
صح ولا مش صح الكلام اللي انا بقوله؟ صح ولا مش صح؟ اه وري تاني. افتح النور. تعال افتح الباب. قطعة من قلبي روحت. نطلع بقى نشوف ورانا ايه. وفي النهاية يا صديقي عايز اقول لك ابدأ من دلوقتي تراقب كلامك الداخلي، غير الجملة يتغير الاحساس فيتغير السلوك. انت اكبر مما تقول لنفسك. قول لنفسك انا قادر، وهثبت ده كل يوم بخطوة صغيرة. وهخلي بقى مالك هو اللي يختم الفيديو. بس ده كان فلوج النهارده. تتهور. ماشي. انت بتهوشني يعني، بتهوشني. ماشي.